يا لهوي بشرتي مشدودة جدا، مش عارفة اتكلم. ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت اعمل سكراب لبشرتي، علشان بشرتي طبعا اسمرت بسبب الكليه، وكمان بسبب الشمس وبسبب الجو الحر اللي احنا فيه. الواحد اصلا مش طايق نفسه، يعني انا عرقانه اهو حرفيا. الواحد مش طايق نفسه، فقررت ان انا اعمل اللي هو السكراب او الماسك اللي هو بالقهوه والبيض، اللي هو بمكونين بس. وهنشوف النتيجه مع بعض، يا ترى بيشيل الجلد، بيغير الجلد حرفيا زي ما بيقولوا ولا لا. فاتحمسوا للفيديو معايا ويلا بينا نبدأ مع بعض. طبعا قبل اي حاجة حلوين لازم نغسل بشرتنا بالغسول المناسب، فانا غسلت بشرتي قبل ما ابدأ الفيديو اصلا. فدلوقتي هحط الماسك وهنشوف النتيجة مع بعض. اول حاجة طبعا هنجيب القهوة بتاعتنا، وانت هتحطي معلقتين قهوة على حسب الكمية، بس انا حطيت معلقتين، فمش عارفة بقى انت تحطي كام معلقة، دي الكمية اللي ظهرت ليا. بعد كده بقى هتحطي البيض، وهنا وانا كنت بكسر البيضة اتفاجئت ان البيضة فيها صفارين اتنين، فمش عارفة ده حظ ولا ايه، بس طلع فيها صفارين فانا مبسوطة جدا. وهنا كنت بوريكم المعجزة ان في صفارين في البيض. معرفش ايه المعجزة في كده، بس حبيت ان انا اوريكم. المهم بقى دلوقتي هناخد البيض ده وهنحطه في القهوة. بس انا خدت صفارة واحدة بس زي ما هم عملوا، ما حطيتش الاتنين، حطيت واحدة بس علشان تطلع الوصفة مظبوطة 100%. وبعد كده بقى هتبدأوا تقلبوا كل العك ده في بعضه، القهوة مع البيض. على فكرة اصلا القهوة هتكون مسيطرة اكتر على الريحة، يعني مش هتحسوا بريحة البيض. للناس بقى اللي بتقرف من ريحة البيض ان هو تحط بيض على وشها، دي حاجة فظيعة طبعا. هتلاقي القهوة غالبة على الريحة. وده الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا. لازم يكون قوامها لزج كده، او اللي هو يعني اللي هو سميك شوية، مش اللي هو ايه فيه مية، فاهمين؟ طبعا يا حلوين ما ننساش الماسك الصغير ده اللي هو بيتحط في المية وبيكبر، علشان هنحطه كطبقة تانية فوق الماسك الاساسي اللي هو القهوة والبيض ده. ودلوقتي بقى هنبدأ نحط الماسك بتاعنا يا حلوين. انا جبت الفرشة دي، هي كانت عندي من الحاجات يعني بتاعة الميك اب وكده، فهبدأ احط بيها الماسك. وهو كان لذيذ جدا وريحته حرفيا قهوة قهوة، كنت بتأكد من ريحته يعني، عشان لو كان في ريحة بيض، يعني عشان انا ما بطقش البيض على وشي طبعا، مفيش حد اصلا بيطيق البيض على وشه عموما. فبدأت بقى احطه كده، وحسيت بكمية لزاجة، يعني هو بيلزق حرفيا في الوش، يعني لازق تحس ان انت حاطه عسل حرفيا على وشك. فدلوقتي بقى هحطه وهجيلكم. Amazing! وهنا كنا بنفتح اللي بتاع الصغنونة دي، الماسك الصغنون ده، ونحطه في المية. بصوا بقى السحر، اوه واو. وده بعد ما حطينا الماسك، طبعا رعب رعب رعب. دلوقتي بقى هنحط اللي هو الماسك الاسود ده، وانا غلطت ان انا ما نشفتهوش من المية جامد، حطيته كده بالمية بتاعته، فدي غلطة وندمانة عليها حرفيا، عشان الماسك ما نشفش بسرعة. اخد وقت جدا، اخد وقت كبير على ما نشف، عشان انت حطيتي الماسك الاسود ده عليه وهو كان فيه مية، فاهمين؟ فبصوا بقى شكل العفريت اللي انا فيه، يعني اعوذ بالله. حرفيا كنت مرعوبة من نفسي، كنت طالعة بخوف اخواتي بره والله. فحرفيا مش شايفة ايه الهبل اللي انا بعمله ده بجد. فيا ريتني جبته ابيض، ندمت ندم عمري ان انا جبته اسود، بس مش مشكلة. هنا كنت بحاول ارعبكم بس. وهنا لما كنا بنحاول نحط الطبقة التالتة فوق الماسك الاسود ده، حرفيا كانت القهوة بتطلع بتنزل كده، مش عايزة تثبت في الماسك. فانا معرفش مين المتخلف اللي قال حطوا ماسك وبعد كده حطوا فوقه الماسك الاساسي اللي هو بتاع القهوة. فحرفيا انا ندمانة على الماسك الهبل ده، وشكلي مرعب حرفيا. عمالة اضحك حرفيا، مش عارفة اعمل ايه. وبعد محاولات كتيرة من الفشل، الحمد لله ماسك القهوة قدر ان هو يلزق في الماسك الاسود ده. وده كان شكل الغوريلا عايدة، وشكرا لكم. وده هو الماسك يا حلوين، او السكراب اللي احنا هنشيل بيه بشرتنا. ما تتخضوش، انا عارفة ان شكلي مرعب، بس هعمل ايه، هو الماسك بقى كده. وانا جبت بقى الماسك ده اللي هو اللي بتاع الاسود، الماسك الاسود ده جايباه بقى، ما كنتش عارف ان هو هيكون اسود. انا بعت اختي خليتها تجيبه، فجابته ليه اسود، ما كانش غيره، يعني ما كانش فيه غيره هناك وكده. فاضطريت ان انا اخده، كنت عايزه اجيبه ابيض بس ما كانش فيه ابيض.
فمش مشكلة. فهو ده بقى الماسك يا حلوين. هنستنى ساعة كاملة على ما الماسك ينشف او يمسك في الوش حرفيا، عشان نقدر نشده بسهولة ونزيل بقى الاوساخ اللي بتبقى في البشرة، التصبغات اللي بتبقى في البشرة، اللون بقى الباهت اللي في البشرة هيبيضها ولا لأ زي ما بيقولوا يعني وكده. فهنستنى ساعة وهنجيلكم. وده بعد ساعة يا حلوين من الماسك ده. يا لهوي بشرتي مشدودة جدا، مش عارفة اتكلم حرفيا. فاتحمسوا يلا معايا ويلا نشيله مع بعض. بسم الله. مش بيوجع يا جماعة زي ما كانوا بيقولوا، عادي بيطلع عادي. بصوا مش بيوجع خالص، هما كانوا بيقولوا بيوجع ليه، ولا انا عاملاه غلط ولا ايه؟ فمش عارفة. استنى كده. هقوم دلوقتي بقى اغسل وشي، تمام، علشان نشوف هل فعلا فرق ولا لا. اوكي بصوا يا حلوين، دي كانت النتيجة النهائية. الصراحة بشرتي فتحت سنة، مش ابيضت، حاساها ان هي فتحت سنة بسيطة. كمان في نفس الوقت ما تصدقوش الناس اللي على التيك توك اللي بيقعدوا يعملوا الوصفات دي ويقولوا دي جامدة، دي مش عارفة ايه، اعتمدوها. لا هي بسيطة خالص، وما عملتش يعني اللي هو المفعول السحري زي ما بيقولوا، ولا بيضت اللي هو خلت بشرتك مثلا بيضة او غيرتها حرفيا. لا خالص، هي ما عملتش كده خالص، هي عادي جدا زي اي وصفة عادية، خلت بشرتك بس صافية شوية. دلوقتي بقى هنحط المرطب بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. على طول عودوا نفسكم ان انتوا تحطوا المرطب بعد اي ماسك، فاهمين؟ علشان بشرتكم بس ايه، عشان بشرتكم ما تبصش. فهو ده كان الماسك يا حلوين. حاسه ان انا مش هعمله تاني، ملوش اي 30 لازمه، يعني مش حلو خالص. انا بعمل ماسكات تانية، ماسك النشا والبيض وماسكات تانية كتير بعملها غير الماسك ده. بس مش هعمل الماسك ده تاني علشان شكله يخوف وخوفني على فكرة، فمش هعمله تاني. وفي نفس الوقت انا لو عملته هجيب ماسكات غير الماسكات دي طبعا. هجيب ماسك ابيض، مش هجيب انا الماسك الاسود ده تاني عشان جالي تروما منه، انا اترعبت حرفيا. فهو ده كان الفيديو بتاعنا يا حلوين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب، وتكتبوا لي تعليق حلو او تكتبوا لي ان احنا بنحبك، بنحب فيديوهاتك، اي حاجة تشجعني ان انا استمر. وبس يا حلوين، انيو.